مع الاستغفار. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله عز وجل، وبقدر ما يعظم عندك فإنه يصغر عند الله عز وجل. إنه لابد لك من أن تستشعر من هذا العظيم الجليل الكبير الذي تتجرأ عليه وتتقحم حماه وتبارزه بالذنوب والخطايا. لا تستخف المعصية، لا تستقل الذنب، فإنك تجرم في حق الكبير سبحانه وتعالى. فرق أحبتي بين من يذنب الذنب وربما تراه بعد الذنب خائفا وجلا، وبين ذلك الذي يذنب الذنب ولا يبالي، وربما ذكر بأن هذا الذنب معصية لله رب العالمين فإذا به يجعل الله أهون الناظرين إليه. ويقول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يخاف أن يطبق عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هكذا يصور لنا عبد الله بن مسعود الفرق الكبير بين المؤمن والمنافق في استشعار خطورة الذنب وعظم قدره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، لأن الذنوب التي ينظر إليها بأنها صغيرة هي في حق الله تبارك وتعالى كبيرة. أشد من الإصرار على الذنب السرور بفعله، والفرح بأن الإنسان قارف ذنبا من الذنوب. أن يفرح أنه عصى الله عز وجل، أن يستبشر به، بل أن يباهي به بين الناس، فيقول: فعلت كذا واجترحت كذا وصنعت كذا، فكأنه يفرح بإغضاب ربه على نفسه، وكأنه لا يبالي بالله عز وجل ولا يقدره حق قدره. وهذا إمعان من الإنسان في المعصية أن يسر بما يسخر الله سبحانه. وبعضهم أخي ربما يفرح بستر الله، ستره الله في المرة الأولى، وستره في المرة الثانية، وستره في المرة الثالثة، فإذا به يستمري في الذنب ويفرح بالستر ويظن أن هذا الستر إنجاز، وأنه تمكن من الاختفاء أمام أعين الناس وعدم معرفة المخلوقين بذنبه، وما علم أن ذلك ربما يكون استدراج من الله رب العالمين. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. رواه البخاري ومسلم. وقوله فليفعل ما شاء أي ما دام على هذه الحال، يذنب ثم يتوب، فمن فعل ذلك فإن الله عز وجل لا يزال به يغفر له ويتوب عليه. محرومين، سيتحسر على كل لحظة مرت عليه، سيتفطر قلبه كمدا وأسفا على كل لحظة مرت به في الحياة الدنيا لم تكن في طاعة الرب عز وجل، لأن بين يديه يوم التغابن، يوم الحسرة. سيقول المفرط: يا ليتني قدمت لحياتي. سيتحسر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سيتمنى: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. حيل بينهم وبين ما يشتهون، لأنهم كانوا في زمن الإمكان فغفلوا عن الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولذلك تب إلى ربك، أعقب كل معصية بتوبة وكل خطيئة باستغفار، وأبشر من الخير من ربك عز وجل، فإنه الغفار الرحيم التواب الرؤوف الكريم سبحانه وبحمده. أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت
طبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.